شكرا على الإبلاغ. سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ندرة المياه. مشكل توريد المواشي في الأقاليم الجنوبية. يسائل وزير الفلاحة عبد الصمد. نشر في هوية بريس يوم 11/12/2022 هوية بريس. متابعة دعم بارك حمية. النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار إلى إيجاد حلول مستعجلة لإشكالية توريد المواشي في الأقاليم الجنوبية، خصوصا وأن مجموعة من الرعاة يضطرون السفر إلى مناطق ككلميم والعيون ووادي الذهب، حين تعرف هذه المناطق تساقطات مطرية من أجل توريد الماشية. وكشف حمية في تعقيب له على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن الآبار الموجودة بهذه المناطق معدودة، ما يجب معه التدخل لإحداث برنامج منتظم مع الجهات والأقاليم والجماعات المعنية من أجل حفر آبار بعمق 700 متر حتى تكون كفيلة بتوفير الماء في سنوات الجفاف، سواء الماء الصالح للشرب أو الماء المخصص للتوريد، على حد قوله، كما طالب بخلق نقاط مائية معروفة يتم تجهيزها بتجهيزات حديثة حتى يتم تخفيف العبء على الكثافة، مبرزا أن الصهاربج المائية البلاستيكية غير كافية، فإن كانت تساعد الرعاة الصغار فمن يمتلك آلاف القطعان من الإبل والمواشي يجد صعوبة في التوريد. كما يقول انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره مواضيع ذات صلة تخصيص 600 طن من الأعلاف المدعمة لفائدة مربي الماشية بإقليم السمارة برسم سنة 2013. مسؤول الرعاة الرحل تعرضنا للظلم ومنعت مواشينا من التوجه نحو مراعي الصحراء. تزنت تحتضن النسخة الثانية للمهرجان الوطني للمراعي أسا الزاك. تنفيذ مجموعة من المشاريع لتنمية السلاسل الفلاحية في إطار مخطط المغرب الأخضر عن الفترة 2010-2014. مطالب تنموية ورعوية كانت وراء احتجاج سكان قبيلة دبل البطاطا